بلا شك فوز صعب جدا 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 لنادي الزمالك امام زيسكو الزامبي في اولى مباراته في الكونفدراليه. فوز صعب، بس بالنسبه على مجهود نادي الزمالك في الشوط الاول كان مستحق. الشوط الثاني ملط عايز اقول لك زيسكو الزامبي راح على الجون ست سبع مرات، بس فكره ان هم مش عارفين يفنشوا دي مشكله كبيره قوي عند زيسكو. يطلع يفهمني الجمله دي يا جدعان، والله بجد. احنا بنكسب بشقانا، هو انتوا شغالين فواليه ولا شغالين مبيضين محاره ولا ايه؟ طب بكسب بعرق جبيني ولا ايه؟ ما احنا عايز افهم دي. انا عارف معانيها طبعا، بس انا عايز حد زملكاوي يطلع يفهمني دي بقى. ايه الفكره من التيفو ده؟ ليس على المريض حرج. طب ليه الجمله؟ هقول لك يا باشا، انتوا دلوقتي يعني المفروض انتوا رايحين عاملين تيفو وبوسترات بتدعموا فيها اولاد كابتن محمد صبري الله يرحمه وربنا يجعله من اهل الجنه. بس ايه الفكره ان انت برضو طالع في المدرجات عمال تشتم؟ انت بتشتم مين؟ وليه بتوصل نفسك ان انت تروح في صوره او في بورتريه مش حلو بتصدره للناس؟ انت داخل الماتش ده في اول ماتش ادعم فريقك، ادعم اهل المرحوم، عشان تحسسهم بالطمأنينة والحب اتجاه النادي، بس مش اكتر. لكن انت في لحظة وفاة بوظتها خالص، في انك بعد ما تهتف لكابتن محمد صابر لاولاده فتطلع تشتم. بتشتم مين؟ يا جدعان، الحسنه الوحيده اللي حصلت النهارده جون سيف الدين الجزيري، جون جميل جدا جدا عالمي واسطوري من واحد زي ده كان بيقعد على الدكه وكان عايزين يمشوه. يعني انتوا تحمدوا ربنا ان الراجل ده قعد في الدكه وعلى الكرسي وقال لك انا مش همشي. الراجل ده نزل النهارده بمجهود فردي، جاب جون، عمل الفنت بكعبه وحط سوير في ارضه جامد قوي، جون عالمي.